الفنان وصانع المحتوى السياحي والتاريخي. بشوف صفحه للفنان الناشئ الجديد كان اسمه محمد عبد العال فندام. محمد عبد العال فندام ده ساب الفن واشتغل في التغذيه والتقويه والحاجات دي. بيحط يعني هو كان لاعب كمال اجسام اعتقد، فبيحط محتوى بيقعد يتكلم فيه ازاي تنمي نفسك وتقوي نفسك وتبني عضلاتك، ازاي الاكل السليم، وتاخد وعامل كورس للاكل وعامل كورس للبنات. ببص على المشاهدات بتاعته بلاقي 12 مشاهده. يا اهلا بكل حضراتكم مره ثانيه. لسه منورني ومشرفني في الاستوديو، منورني على التليفون استاذ علاء. اهلا بيك يا فندم. الو، مساء الخير استاذ كريم. تحياتي لحضرتك وتحياتي لضيفك الكريم. والله انا اول ما شفت الصفحه على الفيس في صفحه راديو مصر طبعا نشره لقاء كبير مع الفنان المحترم ضيف حضرتك، وطبعا لا يفتى ومالك في المدينه الاستاذ كريم كوجه كل سنه محمد، يعني بسم الله ما شاء الله، يعني على راسي علاء. حاجه محترمه، الاثنين ممثلين محترمين، يعني حاجه انا بعتز بيه. وكنت بتفرج له على مسلسل عجبني قوي مع الفنان الكبير محمد لطفي وحسن الرداد. ده شاهد عيان. شاهد عيان. فكان من الحاجات الممتعه قوي، وهو يعني الله يبارك له وحط النقط على الحروف. النهارده ممكن تلاقي واحد بيقدم فن اصيل، فن محترم، فن بيوصل ويغير في الوقت اللي احنا فيه، وتلاقي على صفحته 5000 6000 10000، وواحد بيقدم حاجه تافهه جدا تلاقي عنده 20 مليون. طبعا ما ده اللي كنا بنتكلم فيه علاء من شويه. وللاسف والله يا استاذ كريم وفناننا الكبير، يعني يقول لك ان المحتوى اللي بيتقدم مش هو محتوى يفيد الناس. يعني في مثلا في فنانين كبار بيقدموا كلمتين صغيرين كده، زي الفنان الراحل رحمه الله عليه فؤاد المهندس لما كان بيقول كلمتين وبس، الله يرحمه، فكان بتوصل لكل الناس. لكن النهارده محتوى يتقدم هو القصد منه مش ان هو يغير في الناس او يغير سلوكيات سلبيه او يغير سلوكيات اصبحت منتشره في مجتمعنا. لا، هو اهم حاجه يجمع عنده لايكات ومشاهدات ومتابعات، ده اللي يهمه بس مش اكتر. يعني دي محاولة حلها يا علاء، بيبقى من خلال ان احنا نحاول طول الوقت نثبت على محتوى يكون جاد وعنده حد ادنى من الطرح، وفي نفس الوقت ما يكونش ممل. لان احيانا لما بنيجي نطرح الحاجة الجادة بيبقى ليها طابع شوية يعني ايه زهق الناس، فاحنا ساعتها بنلوم الناس ان هي ما شافتهاش، ما احنا برضو احنا ما عملناهاش بالشكل الصح. فلا نثبت على ده حتى لو كانت المشاهدات في الاول قليلة. عادة اللي ما عندوش معرفة واللي هو عنده يعني انا اسف في التعبير تافه شوية بيبقى عنده ثبات، بيبقى عنده كل اسبوع هينزل فيديوهين تافهين، كل اسبوعين يفضل ثابت على دوت لغاية امتى؟ لما يحقق شعبية حقيقية بسبب تفاهته. والله يا فنان كلامك اقسم بالله يعني سلاسل من الذهب. الله يخليك، تسلم حبيبي. انا بشوف صفحه للفنان الناشئ الجديد كان اسمه محمد عبد العال فندام. محمد عبد العال فندام ده ساب الفن واشتغل في التغذيه والتقويه والحاجات دي. بيحط يعني هو كان لاعب كمال اجسام اعتقد، فبيحط محتوى بيقعد يتكلم فيه ازاي تنمي نفسك وتقوي نفسك وتبني عضلاتك، ازاي الاكل السليم، وتاخد وعامل كورس للاكل وعامل كورس للبنات. ببص على المشاهدات بتاعته بلاقي 12 مشاهده 14 مشاهده، في المقابل ان في واحد قال كلمتين مش عارف طلقه في طياره وسته في مش عارف ايه، حاجات كده غريبه اسمعها والله انا اول مره اسمعها. انا جاب 4 ده بالملايين ده يا استاذ. ده بالملايين متابعين. شوف يا علاء، ما هي ديت احنا بنقول فيها ديت. انا بزعل الحاجات دي والله يا استاذ كريم والله. لا ما تزعلش، ما تزعلش، ده دايما كان بيبقى موجود. سامعني حضرتك يا استاذ كريم؟ سامعينك، بس استاذ محمد كان عايز يرد عليك في الحته دي. دايما على مدار التاريخ بيبقى في الناس اللي عندها المحتوى السطحي دوت، يعني مش ضروري يكون طبعا محتوى السوشيال ميديا، في الحياه العاديه كان بيبقى لهم شعبيه، بس شعبيه يعني ايه مقفوله على مناطق معينه وبسيستم معين. تاني دي الازمه اللي حصلت بسبب السوشيال ميديا ووصول دوت لكل الناس طبعا. فبتبقى في اللي ما عندوش وعي كبير، ودي بتبقى ماجوريتي، يعني جزء كبير جدا من الناس ما عندوش وعي كبير، مش بمزاجنا، ده في كل حته في العالم، مش في مصر، في كل حته في العالم. فبيشوفوا الحاجات اللي يعني شايفينها سطحيه الى حد ما، فبيعملوا لها قيمه شويه. تاني حلها في رايي ان احنا اولا احنا كناس بتفهم، لو شفت في اي وقت محتوى انت شايفه محتوى يستحق ادعمه قد ما تقدر طبعا. سواء بان انت تعمل له حتى على مستوى السوشيال ميديا، تعمل له شير او تعمل له لايك او تتكلم عنه او دي في حد ذاتها. الحاجه الثانيه، لو انت عندك حاجه جاده وبتعملها ما تستعجلش رد الفعل،
اثبت عليها وافضل اعمل المحتوى الجاد اللي انت بتعمله، وحاول تخليه جذاب الى حد ما. عظيم. طيب طبعا استاذ علاء مشكور، شكرا جزيلا على مكالمتك الحلوه. ودكتور محمد هو بيجاوب استاذ علاء على يعني في سياق اجابته كده كان بيتكلم على فكره، ودي حقيقه طبعا، فكره ان ما يبقى الواحد بيقدم محتوى جاد ومحترم عاده ما بيبقاش فيه اقبال قوي عليه، ده ان كان فيه اقبال اصلا عليه. انا عايز اعرف منه بعد ما نرجع من الفاصل ده، هو شخصيا عدى التفصيله دي او المشكله دي ازاي؟ لان هو بيقدم محتوى جاد ومحترم ودسم قوي وتقيل قوي. عمل ايه عشان يخليه شيق للدرجه دي وبالتالي يبقى ليه نسبه مشاهده كبيره بالشكل ده؟ ده اللي هنعرفه منه بمجرد ما نرجع من هذا الفاصل. افكركم بان صفحتنا على الفيسبوك هي راديو مصر، وبان ارقامنا هي 257 931 95 و257 78 553.